في كلام دايما بنسمعه كل اول سنة جديدة انه خلاص السنة دي هبدأ اشتغل واطور من نفسي، لكن الواحد بيفشل بسبب انه ما اداش الوقت او المجهود الكافي او شتت نفسه بانه حاول يعمل كذا حاجة جديدة في نفس الوقت. كل حاجة بيسيبها في النص ويتجه للي بعدها فما عرفش يوصل لأي حاجة في الآخر. أنا في الفيديو ده جاي أكلمك عن 4 عادات بسميهم المربع الذهبي لازم تتعلمهم وتلتزم بيهم في 2025 لو انت عايز فعلا السنة دي تبقى غير أي سنة قبل كده وتحقق فيها إنجازات أكتر. مستني إيه؟ خليك معايا وصلي على النبي ويلا بينا نبدأ. وأول حاجة هنبدأ بيها النهاردة هي حاجة أنا نفسي أتعلمها أنا كمان معاكم، وهي التنظيم الصحيح للوقت، وازاي اقدر استفيد من يومي باكبر شكل ممكن بحيث ان انا ما اجيش اخر اليوم احس ان انا ضيعت اليوم على الفاضي من غير ما انجز اي حاجة واندم على اليوم اللي ضاع. وهنا هبدأ معاكم من اول ما نصحى من النوم. حاول تبعد تماما عن عدوك الاول ومدمر الانتاجية هو الموبايل. كم مرة صحيت من النوم في يوم انت مش وراك فيه اي التزام زي جامعة او مدرسة فانت فاضي الصبح، واول حاجة عملتها انك مسكت الموبايل وقعدت تقلب فيه ولقيت انه عدى ساعة او ساعتين وانت لسه في السرير ما قمتش وما فطرتش ولا انجزت حاجة في يومك. احسن حاجة تعملها اول ما تصحى من النوم هو انك تطلع على البلكونة او تفتح الشباك تاخد شوية شمس في وشك، ده هيفوقك وهيديك شوية طاقة ونشاط تبدأ بيهم يومك. ولو انت اليوم ده مش وراك حاجة الصبح او انت اصلا شغلك العصر او بالليل، حاول تنزل الشارع حتى لو هتنزل تجيب كيس عيش، لان فعلا نزولك الشارع وتعرضك للشمس هيخليك فايق وتقدر تكمل يومك. حاول دايما يكون عندك فكرة انت عايز تنجز ايه في اليوم ده عشان في اقل تقدير تخلص حاجة او 2 من اللي انت عايز تخلصهم، وما تضيعش يومك في حاجات عشوائية سواء قبل ما تنام اليوم اللي قبله او بعد ما تصحى. تكون كاتب في نوت او عارف في دماغك انك عايز النهاردة تخلص 1 2 3 بنفس الترتيب ده، وانك في اسوأ الاحوال لو حصل ظروف او حاجة شغلتك تكون مخلص 1 و2 او حتى جزء من 2. فانت كده مهدت لنفسك ازاي تحقق اهدافك وتركز عليها من غير ما تتشتت، عكس لو واحد بيصحى من النوم بيقول يلا نشوف الدنيا بتقول ايه النهارده. فحاول دايما تركز في الحاجة اللي انت شغال فيها دلوقتي وما تشغلش دماغك بكذا حاجة في نفس الوقت عشان تعرف تنجز. وتاني هقولك ابعد عن الموبايل سواء انت في شغل او مذاكرة، حاول تخلي الموبايل بعيد عنك. انا بحب لما امنتج مثلا احط الموبايل في الشاحن بعيد وافضل امنتج براحتي واركز مرة واحدة ان انا احاول اخلص اكتر قدر ممكن اقدر عليه واقعد اطول وقت من غير تشتيت، لان انا شخصيا لما بتشتت عن الحاجة بقعد وقت طويل على ما اعرف اركز تاني وبيضيع مني وقت كتير جدا. حد تاني ممكن يقولك لا انا هشتغل نص ساعة واريح 10 دقايق وارجع اشتغل نص ساعة واريح 10 دقايق تاني وهكذا، بس في الاخر اللي عايزك تطلع بيه من الفيديو انك تتعلم ازاي تستغل وقتك صح وتبدأ تركز في الموضوع ده، وهتلاقي الدنيا فرقت معاك جدا وبقيت بتعرف تنجز حاجات اكتر في نفس اليوم، وده اللي كان ناقصك السنة اللي فاتت. وتاني عادة لو التزمت بيها في 2025 هتغير حياتك فعلا هي الاهتمام بجسمك، من اول الاكل اللي بتدخله لحد الرياضة واي نشاط جسمك بيعمله، سواء كنت هتروح الجيم او تنزل تجري شوية، لان حقيقي نوعية الاكل اللي بتاكله هيفرق في شكل جسمك وفي مزاجك وفي طاقتك. وحاول دايما يكون الاكل متوازن فيه كل الفيتامينات والعناصر اللي جسمك محتاجها عشان يشتغل كويس. ولو انت من الناس اللي ما بتقدرش تاكل كميات كبيرة من الاكل او بتشبع بسرعة ومش قادر تدخل احتياجاتك، ممكن تستعين بمكملات لأي فيتامينات ناقصة عندك. ولازم طبعا تحافظ على شرب كميات كويسة من المية، ويفضل أول ما تصحى من النوم تشرب كوباية مية كاملة على الريق عشان وانت نايم هيكون جسمك فقد الترطيب بتاعه ومحتاج مية عشان يشتغل كويس، وهتلاقي ده فارق معاك في طاقتك وفوقانك الصبح. بعد كده لازم تهتم ان جسمك يكون بيتحرك وتكون بتعمل اي نوع من انواع الرياضة، ولو تقدر تروح الجيم هيكون ممتاز جدا، خصوصا ان حقيقي معظمنا مشكلته مع الجيم ان هو بيكسل مش مشكلة وقت، لانه انت ممكن تشترك في جيم رخيص جنب بيتك وتروح وماشي والتمرينة نفسها تكون ساعة وقول طريقك رايح جاي نص ساعة، يعني كل اللي انت محتاجه بس ساعة ونص، وممكن تنزل 3 ايام في الاسبوع او حسب البرنامج اللي انت ماشي عليه. ولو قدرت تنزل مع حد من صحابك وتشجعوا بعض هتقدر تحافظ على العادة دي بشكل اسهل بكتير. وصدقني لما تلاقي جسمك بيتحسن والوجع اللي كان في جسمك من كتر الكسل والخمول اختفى وتحول لنشاط، ساعتها عمرك ما هتبطل تنزل الجيم تاني بعدها. كمان ده هيحسن لك مزاجك وثقتك في نفسك لما تلاقي جسمك فارق عن الاول. طب لو انت فعلا ما عندكش الوقت الكافي او ما فيش فلوس حاليا لاشتراك جيم، ساعتها هقولك انت لو نزلت 3 ايام في الاسبوع تجري نص ساعة او ساعة
في اي مكان جنبك يكون مناسب، وهتشوف الفرق في صحتك فعلا مع الوقت. وتالت عادة عايز اتكلم عليها النهاردة وهي تطوير الذات. وهنا انت تقدر تختار الطريقة اللي بتحبها، سواء كانت القراية او انك تتفرج على فيديوهات، سواء كنت بتتعلم معلومات دينية او دنيوية. ودايما بنقول حاول كل يوم تكون احسن من اليوم اللي قبله ب1% بس، وده هيخليك بالاستمرارية تقدر تتقن اي حاجة انت عايز تتعلمها. ونصيحتي ليك لو انت لسه صغير في السن، في الجامعة او في المدرسة، ابدأ من دلوقتي تعلم مهارة إلكترونية تفيدك. ممكن المهارة دي تكون دخل إضافي ليك أو تكون هي شغلانتك الأساسية بعد كده، سواء اتعلمت مونتاج أو تصميم أو برمجة أو تسويق. الحاجات دي حتى لو مش في صميم مجالك ممكن تفيدك وتفتح لك مجالات تانية بعدين، أو تكون دخل إضافي جنب دخلك، وده احنا كلنا محتاجينه دلوقتي. فكل ما تبدأ من بدري هتقدر توصل في وقت مناسب، ومش هترجع تقول بعد كده يا ريتني بدأت في الموضوع ده من زمان. وحاليا انك تتعلم الحاجات دي حاجة سهلة، اسهل من اي وقت قبل كده. انت دلوقتي عندك محتوى على اليوتيوب سواء عربي او انجليزي مغطي كل الكلام ده بشكل كافي، ومش هتحتاج تاخد كورسات بره ولا تدفع اي فلوس. فانت قول لي مستني ايه اكتر من كده؟ بعد الفيديو ده على طول فكر في الموضوع وابدأ شوف ايه المهارة اللي انت عايز تتعلمها في 2025، واكتب لي في الكومنتات تحت ايه هي المهارة دي. ولو انت لسه بتتفرج لحد هنا والفيديو عجبك، ما تنساش تساعدني بلايك وتشترك في القناة عشان تشجعني اكمل وانزل فيديوهات تساعد ناس اكتر. واخر عادة عايز اتكلم عليها النهاردة، انك لو شخص مسلم لازم تتعلم تحافظ على الصلاة في وقتها، وعلى قد ما تقدر حاول تكون في المسجد. فصاحبي انت عارف ان الغاية الاساسية من وجودنا ان ربنا خلقنا عشان نعبده ونعمل عمل صالح يدخلنا الجنة. واكيد انت عارف ان النبي صلى الله عليه وسلم قال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. يعني يا صديقي لو انت جيت عملت كل الكلام اللي انا قلته فوق ده وبقيت ناجح فيه كله، بس انت ما بتصليش، انت كده اكبر خسران، ونجاحك ده كله ملوش لازمة في الاخر. موضوع الالتزام بالصلاة مش صعب ابدا، وانت حرفيا في فترة قصيرة ممكن تعود نفسك تصلي كل الفروض وتكون في وقتها في المسجد، وده اتم شكل في العبادة دي، والمفروض تسعى انك توصل. وانت ممكن تقسم الموضوع ده ل3 مراحل على حسب انت واقف في انهي واحدة فيهم. واول مرحلة منهم انك تصلي كل الفروض في اليوم من غير ما تضيع ولا فرض، وده سهل انك تعمله لان الوقت ما بين الفروض كافي. استحالة تكون في وضع ما يسمحلكش انك تصلي ويضيع عليك الفرض ده. حتى لو انت مسافر يا اخي انت ممكن تجمع وتكسر، وربنا ميسر لنا الامور، وهتتعود انك تصحى تلحق الفجر، وصدقني الموضوع هيفرق معاك دينيا ودنيويا، وهتلاقي نفسيتك احسن بكتير عن الاول. وتاني مرحلة هي انك تحاول تصلي في اقرب وقت ممكن من الاذان، او اول ما تسمع الاذان. وهنا انت لازم تكون فاهم ومستوعب ان الصلاة اهم من اي حاجة انت قاعد بتعملها دلوقتي، وحرفيا مفيش حاجة انت ممكن تكون قاعد بتعملها تكون اهم منها. ده بالعكس، انت لما بتسيب الحاجة اللي في ايدك وتقوم تصلي وترجع لها تاني، هتلاقي ربنا مبارك لك في الحاجة اللي كنت بتعملها، ومش بعيد تلاقيها بقت سالكة وأسهل من الأول. وأخيرا المرحلة الثالثة إنك تحاول تحافظ على الصلاة في المسجد، ودي طبعا ممكن تدمجها مع المرحلة الثانية. وأكيد أنت في مسجد قريب من بيتك، إحنا في مصر يعني ما شاء الله ما فيش شارع ما فيهوش مسجد، فالموضوع كله المفروض ما يكونش صعب. وحاول بجد تحافظ على الصلاة عشان دي بجد أهم خطوة هتاخدها في حياتك. وكان هو ده المربع الذهبي للعادات في 2025. قول لي هل أنت ناوي تطبق العادات دي في حياتك؟ وهل في حاجة منهم بدأت فيها السنة اللي فاتت وناوي تتقنها السنة دي؟ اكتب لي تحت في الكومنتات. كان معاكم مستر وسلام.